السلام عليكم يا جماعة. كنت عايز أتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا. لاحظتها الفترة اللي فاتت دي. وهي الناس كلها بتتكلم عن السفر عشان تروح تشجع الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر 6 الجاي إن شاء الله في أمريكا. فالنقطة بس إن الناس بتروح ورا شركات بتقول لك تعالى أنا هخليك تاخد الفيزا بتاعة أمريكا تروح تشجع الأهلي أو أيا كان الفريق اللي أنت رايح عشان تشجعه. طبيعي يعني الأهلي عشان بيمثل مصر. فتعالى هتقدم على الفيزا وهعمل لك الملف بتاع السفارة وكله تمام وهتتقبل وهتروح تمام. الموضوع ده كله بلح. الموضوع ده فيه نصب كتير جدا. مش عايز اقول نصب ولكن يعني هو عارف ان انت مش هتتقبل. هو كمكتب بيقدم لك هو عارف ان انت مش هتتقبل تمام. مش هتتقبل ليه؟ لان حضرتك بتكون ما سافرتش قبل كده خالص. عمرك ما طلعت بره مصر وعايز اول ما تروح تسافر عايز تطلع تسافر تروح على امريكا علشان تشجع الاهلي هناك. طيب انت رحت اصلا اخر بطولة كانت بتاعت الانتركونتيننتال في قطر؟ ما رحتش. رحت قبل كده كاس سوبر المصري في الامارات؟ ما رحتش. رحت في اي مكان ورا الاهلي في اي بلد؟ ما رحتش. بس انت اول ما قررت انت هتشجع فانت رايح على امريكا، فطبيعي يعني حط نفسك مكان القنصل بتاع السفاره الامريكيه، اكيد مش هيقبلك تمام. مصاريف السفاره اصلا كام؟ مصاريف السفاره حوالي، هي غليت دلوقتي كمان، هي $185 ومسعرين الدولار في 55 جنيه، فهي عامله 10,000 وحاجه تمام. والمكتب هيقول لك انا عايز 10,000 مثلا عشان اعمل لك الملف، وهيعمل لك من البحر طحينه ويحسسك ان هو يعني بيعمل حاجه خزعبليه ما حدش يعرف يعملها. فهيطلب منك مثلا 10,000، ولو هو مكتب كويس فحنين يعني هيطلب منك 5,000. ادي انت دفعت 15,000 وهيقول لك ان انا ان شاء الله هجيب لك الفيزا. مفيش اي مخلوق على وجه الارض يقدر يضمن لك الفيزا بنسبه 100%، سواء في اوروبا وامريكا، سواء في شنجن اوروبا او امريكا، ما حدش يقدر يضمن لك الفيزا بنسبه 100%. اي حد يقول لك انا هجيب لك الفيزا دي وما تقلقش وهتيجي، حتى لو هو يعرف السفير نفسه، الموضوع ده مش حقيقي وما تخليش حد يضحك عليك. فيا جماعه الله يكرمكم، لو حد الترافل هيستوري بتاعه، لو حد السجل السفريات بالنسبه له الباسبور بتاعه ابيض ما سافرش كتير، الكلام ده ما يقدمش ويوفر فلوسه، والله مش هيتقبل. هي يا جماعه البلد عارفه هيتقدم لها مين وهتاخد منهم قد ايه والكلام ده كله. ف بلاش تخلي حد يستغلكوا، بلاش تدفعوا فلوس في الارض، حرام. انا والله بعمل الفيديو ده علشان مش عايز حد يتعرض لاي حاجه زي دي. حرام تدفع فلوس في الارض، حرام انك انت لو عايز تسافر ومهتم قوي بامريكا وان انت تاخد الفيزا بتاعتها والكلام ده كله، يبقى تبدا صح. تبدا ان انت تسافر بلاد يكون عندك ترافل هيستوري كويس، يبقى انت سافرت كذا بلد بتوري القنصل ان انا راجل بسافر سياحه وبروح هنا وهنا وهنا، فانا عايز اسافر عندك البلد. لكن ما تجيش اول ما انت عايز اول بلد عايز تسافرها عايز تسافر امريكا اول بلد عايز تسافرها عايز تسافر المانيا، عاوز تسافر فرنسا. مش طبيعي يعني، مش طبيعي ان انت قاعد عايش في مصر بقالك كل المده اللي انت عايشها، وفي الاخر اول ما قررت ان انت تسافر سياحه فانت مقرر ان انت عايز تسافر تروح فرنسا او المانيا او امريكا. كل ده طبعا يعني مش لوجيك. بلاش تسمعوا كلام الناس اللي بيقول لك جايب فيزا المانيا على باسبور ابيض، جايب فيزا اسبانيا على باسبور ابيض. الكلام ده كله يا جماعه والله دعايات وشو. الكلام ده بيحصل واحد في المليون، بتبقى كده يعني سبحان الله ربنا كاتبها له يعني. وانا ما بصدقش في الموضوع ده، ولكن يعني بيكون ورقه قوي لو ما كانش سفرياته كتيره، بس على الاقل خالص ورقه قوي جدا جدا جدا. يعني ورقه ان هو عنده رابط هيرجع لها، مرتبه بينزل في الحساب بتاعه، مرتبه قوي، كل الكلام ده. لكن انت لسه باسبورك على الله وعايز تطلع تسافر وحالتك مش قد كده وورقك مش قوي، والله العظيم الفلوس اللي بتدفعها دي كلها، والله العظيم كلها هتروح، يعني مش هتستفيد بيها وحرام هتروح عليك. وفي الاخر المستفيد منك هما اتنين: السفارة اللي انت دفعت رسوم الفيزا بتاعتها، والمكتب اللي انت كنت معاه علشان يعمل لك الورق. وانا سامع دلوقتي ارقام والله غريبة، بيتكلموا في ارقام غريبة علشان خاطر يجهز لك الملف، يعني ارقام مبالغ فيها. ف يعني حبيت اقول معلومة كده افيدكم بيها، يا رب اكون افدتكم يعني. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.